بسم الله وازيكم في حلقة جديدة، وهنتكلم عن ماتش الاهلي ونجونا. طبعا احنا اتأخرنا عن الماتش طبعا بعدها بيومين ثلاثة، بس احنا قلنا ننزل فيديو بعد ما نشوف بقى تصاريح المدربين والاراء بتاعت بتوع التحليل، ونتكلم عن الماتش براحتنا، ونتكلم عن كل حاجة من بعد الماتش. مش في الماتش بس، ان الماتش كماتش بس او كأداء في الماتش. طبعا احنا اتكلمنا عن الأداء ده في كذا فيديو وفي كذا حاجة من الحلقات اللي فاتت. لو كان شفتوها هتلاقي ان احنا بنتكلم ان احنا الأداء وحش، وان احنا محتاجين حاجات كتيرة، والأداء ما بيظبطش، وأداء ماتش عن ماتش بنبقى أوحش. احنا ما بنخرجش بشباك نضيفة خالص. احنا من السنة اللي فاتت كنا تقريبا بتاع 12 ماتش ولا مش عارف قد ايه كان، يعني عدد ماتشات كبير ان احنا نطلع كلين شيت ورا بعض، ان احنا ما يخش فينا ولا جون. دلوقتي انت مش عارف ان انت من دام اقل فرقة ما يخشش فيك جون في الدوري، برا الدوري لازم يخش فيك جون ايا كانت ايه هي الفرقة. عندنا مشكلة دفاعية، عندنا مشكلة دفاعية وواضحة وباينة جدا. فده اللي احنا قلناه كأداء ماتش الاهلي ونجونا. يا جماعة انا وانا بتفرج على الماتش الواحد تعب نفسيا بجد من الاداء ومن غلطات اللعيبة. وبسم الله من اول دقيقة غلطة الشناوي، كلنا اكيد شفنا غلطة الشناوي. يا جماعة دي غلطة، دي غلطة يعني ما تلعبيش معلش في خماسي. لو واحد ملوش في الكورة واقف جون مش هيعمل الغلطة دي في اول دقيقة. لو ما كانتش جات هندس كان بسم الله الرحمن الرحيم دقيقتين دخل جون فينا. ليه احنا بنغلط الغلطات الوحشة دي؟ ليه احنا بنأذي نفسنا بنفسنا؟ يعني مش من الفرقة قوية قدامنا مش قوية، انت مصر ان انت تأذي نفسك وان انت تغلط نفسك. الشناوي على قد ما هو شال كور كتيرة في الماتش ده او ماتش كمان سيراميكا، واتكلمنا عن كده وانه كان هو يعتبر نجم الماتش، او انا كنت شايف ان هو نجم الماتش بعيدا عن اي حاجة. ان هو صد كذا كورة وكورات كتير، هي كانت تعتبر اغلبيتهم في زاويته مش بعيدة ولا في 90 مثلا وطار جابها، بس كانت في انفرادات هو الحقها بتاعت القندوسي وغيرها في الشوط الاول كتير هو اللي صدها. لكن يجي الماتش اللي بعده صد كام كورة بس غلط غلطة لو كانت حسب الجون كان كلفنا جون من قبل ما نعمل اي حاجة ومن قبل ما نكمل دقيقة. نلبس جون بالشكل ده وبالطريقة دي وبالسذاجة دي لو واحد مبتدئ ما هيعملها. يعني كل جوان لما بتتضغط بنفس الطريقة على الأقل بيلموا بيطفشوها بعيد خالص عن اللاعب. لكن الغلطة دي أنا ما كنتش فاهمها، وطول الماتش أنا مش فاهم محمد هاني بيعمل ايه. بعيد عن ضربة الجزاء اللي هي كان بسببه الجون الوحيد اللي دخل فينا بسبب محمد هاني، بس أنا ما كنتش فاهم محمد هاني بيعمل ايه. غلطات في البساط، غلطات في الرفع، مفيش أي حاجة. أي غلطة بتيجي من ناحيته انا كان اكتر واحد مستفزني بعيد عن اي لعيب وبعيد عن اداء اللعيبه كلها. محمد هاني كان مستفزني بطريقه انا ما كنتش عارف اشوف غيره وحش، بسبب ان هو كان مستفزني بغلطاته بالطريقه البارده اللي هو بيلعب بيها. اي حد كان ممكن يغلطه ويلبسه، وكان ممكن يلبسنا التاني. وديانج اللي احنا قلنا عليه برضو كذا ماتش اللي مش عارف يباصي ولا باصه صح. الاداء منايل في اللعيبه كلها. كريم فؤاد لما نزل حرك الدنيا ومشى الدنيا، واول لمسه ليه اللي هو كان الفاول لعبها كويس جدا 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 وجت في العارضه. حظنا كان وحش في الماتش ده، بس يعني نزل عمل حاجه، نزل في فرق فعلا بينه وبين اللي كانوا موجودين سواء طاهر او عبد القادر، اللي هما الاتنين دولت اللي هما انا مش عارف ليه هما قاعدين. يعني ليه معلش نمشي واحد زي القندوسي وتوت ليه قاعدين؟ ليه دولت اصلا لسه بيلعبوا؟ ليه بيلعبوا اصلا كبدلاء ولا اساسيين في ماتشات؟ دولت ما ينفعش يلعبوا، هم دولت خلاص. يعني ايه اللي مقعدهم؟ ندفيد نزل ولا اي حاجه ولا اي شكل، ما لعبش معانا من ثانوي. من طبعا لما رجع من الاعاره رجع اتصاب على طول من غير ما يتلعب اي ماتش، ولا هو جالنا مصاب مش فاكر. بس احنا ليه رجعنا ندفيد؟ يعني احنا مشينا الجندوسي وغيره وغيره وغيره، ومقعدين ندفيد ومقعدين طاهر ومقعدين عبد القادر. هما بيدونا فلوس؟ يعني هما اللي بيدونا فلوس مش هما اللي بياخدوا فلوس؟ لا طبعا هما بياخدوا فلوس. يعني فليه ليه احنا مقعدينهم وليه صابرين عليهم؟ وليه الاداره اصلا صابره عليهم؟
عندهم مثلا مشروع نجم او هيعملوا حاجة قدام ولا باين منهم اي حاجة، لا قاعدين عندنا بقالهم سنتين وتلاتة ولا بيعملوا اي حاجة. مثلا عبد القادر في بيج يعني كان احسن مستواه، كان هو بيجيب جونين تلاتة وكان بيجيبهم بعد ذل ما احنا كان يلم 300 مرقصة او 300 واحد، يفضل يلم 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 وفي الاخر يجيبها جون وكان يوقع قلبنا اللي هو ممكن تضيع، وكان بيعملها بدل مرة 5 وكانت بتضيع. يعني في الماتش الواحد يعمل نفس اللقطة ونفس الحاجة وبتضيع، ويوم ما بيجيبها عارف اللي هو اخيرا انها جت. فاللي هو وطاهر نفس الكلام، بيجيب جون وعشرين جون لا، وعشرين ماتش لا من بعده، جون في ماتش وعشرين ماتش لا. طب ايه انا جايب لعيب وبديه بالملايين دي عشان يجيب لي جون في وسط 10 18 15 ماتش؟ يا جماعه احنا ليه ما بنشوفش مثلا اللعيبه اللي بتيجي في الفرق التانية، سواء والله افارقه او من غير افارقه او مصريه، بتلاقي اللاعب بيعمل كل حاجة في الفرقة دي وهو لاعب عادي، ممكن يكون جايبينه من درجة التانية او الكلام ده. ليه ان احنا بنروح دايما الاهلي؟ والاهلي ساعات اكتر من الزمالك يا جماعة بيروح للعيبة ما بتعملش حاجة او بيبقى اسم او بيبقى عليها ضجة وخلاص، نروح وندفع فيه بالملايين وفي الاخر يجي ما يعملش اي حاجة. احنا بس نشوف في اخر 5 سنين احنا كام صفقة جت وقعدت في النادي. يعني نفتكر كده مين اللي جه قاعد في النادي من 5 سنين لسه لحد دلوقتي موجود، هنلاقي قليل قوي. هنلاقي من وسط 10 صفقات يعتبر في الموسم كله، الاهلي يعتبر ما بيجيبش 10 صفقات في الموسم كله. قول من 5 صفقات في الموسم كله واحد بيقعد، واحد او اتنين بالكتير يقعد للسنة اللي بعديها سنتين كمان ويمشي. يعتبر اكتر حد قعد هو علي معلول في اخر 5 سنين. ان هو ده يستاهل، هو ده احسن من الصفقات اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. لكن بقى مين تاني جه وقعد؟ اجاي جه مع علي معلول ومشي. ازارو نفس الكلام، قلنا بيضيع ومهاجم مش عارف ايه وبيضيع الفرص، ما شاء الله جبنا مين من بعده؟ ضايعين من بعده، كل المهاجمين اللي جايين ضايعين. بمناسبة المهاجمين، موديس عمل حاجة اخيرا وجاب جون، جاب جون حلو قوي. الحلو في الاستلامة، هو الاستلامة هو اللي خليته يجيب جون. وكان الماتش ده كان احلى من الماتشات الباقية يعتبر اللي هو كان بيلعبها، لا بدأ يتحرك وبدأ يعمل حاجة وجاب كرة في الجون صدها في اخر دقيقة، او اخر دقيقة لما كان استلم الكرة وشاطها وجت في اللعب، واللي هي كانت اخر دقيقة دي وطلعت جت في لعب الجون وطلعت. لا في الماتش ده موديس عمل يعني كان نشط وكان كويس قوي، ان هو كان جاب جون وكان هيجيب التاني وكان هيجيب التالت. بس احنا كان الفرقة كلها تحس ان احنا منحوسين، ان احنا مش قادرين خلاص، اللي هو ما فيش حاجة هتيجي. انا من الدقيقة 80 او من قبل الدقيقة 80 كان عندي امل ان احنا هنجيب في الدقيقة 90 زي ما بنجيب كل ماتش، او زي ما جبنا ماتش سيراميكا اللي هو احنا نخطف جون، احنا نعرف نخطف جون. بس ما كانش فيه حاجة مبشرة بكده، ما فيش حاجة مبشرة ان انت هت هتجيب جون بالطريقة دي او هتخطف جون. احنا في اخر ماتشين يا جماعة، سواء سيراميكا او انجونا، عايزين نخطف جون في اخر دقيقة، بنفضل طول الماتش، طول الماتش الشوطين بنفضل نهبد ونفضل نضيع ونفضل نضيع كور ما تضيعش. وفي الاخر بنيجي في اخر دقيقة بنبقى عايزين نعمل كل حاجة وعايزين نجيب بدل الجون جونين والكلام ده. طب ما فين من اول الشوط؟ ولا ليه ما نجيبش من اول الشوط؟ ليه نفضل تعبين اعصابنا لحد اخر دقيقة وفي الاخر نبقى عايزين نخطف جون؟ ما مش كل معاك هتلفق. انت في ماتش سيراميكا لفقت معاك كده ببركة دعاء الوالدين وفلتت وجت في دماغ قفشه اللي جابها بالدماغ وجت جون، كان جون حلو. برضو في ماتش انجونا غلطات دفاعية، مفيش اصلا متعرفش مين بيلعب في مركز مين، تحس ان هي كلها ماتش حرفيا خماسي، وكله رايح وكله جاي ومفيش اي حد فاهم اي حاجة، محدش عارف مين مع مين، مين بيلعب مركز مين، محدش فاهم، كله جوه متكتلين جوه وبس. كان ماتش من اسوأ الماتشات في الاداء بتاعت النادي الاهلي. وامام عاشور اللي كان طب بيلعبوا الماتش ده، امام عاشور وكريم فؤاد ومدة، دولت اللي كانوا باينين. مين تاني كان بيلعب؟ مين تاني؟ محدش. وكولر ليه نزل عبد الفتاح في باك الشمال وانت عندك كريم الدلبيس بره؟ ليه يعني؟ ما هو ده باك شمال وقاعد بره، ليه تلعب واحد مش في مركزه
ما نعرفش. في الاخر مدرب هو اللي يشيل برضو الغلطات اللي بتحصل دي، ان بيلعب ناس مش في مراكزها، وفي غلطات واداء وحش، ومش شايفين اي تحسن من الفرقة. والكلام اللي بيدور اليومين دولت ان عمر كمال جاي، وبنسبة كبيرة جاي من الاشاعات اللي بتطلع، وبنقولك ان هو اللاعب هو عايز يجي الاهلي بعيد عن اي حاجة، ان اللاعب كمان برضو مصمم ان هو يجي الاهلي. بس الكلام على صفقات كتيرة انها جاية في يناير، وكل ميركاتو بيبقى فيه نفس الكلام ونفس ان احنا هنجيب لاعب مين ومش عارف لاعب مين ومين جاي الاهلي ومين رايح من الاهلي ومش عارف ايه وكل الكلام ده، مفيش حد بيجي. بنسمع كلام وده قرب وده كمل وده مش عارف ايه. بنسمع ان فتوح قرب، وبنسمع ان محمد حمدي تقريبا بتاع بيراميدز قرب، وبنسمع ان عمر كمال خلاص بيخلص. يعني بنسمع يا فتوح يا محمد، طبعا حمدي دي حد فيهم هيجي، مش الاتنين، حد فيهم ان هو هيجي. بس بنسمع ان هو لو فتوح مش هيجي يبقى محمد حمدي، او ممكن في اشاعات ان بيقولك اقرب ان احنا عايزين محمد حمدي عن فتوح بسبب المشاكل اللي حصلت معاه في الزمالك في اخر فترة. بس احنا في اشاعات كتيره موجوده، وان في لعيبه كتيره موجوده هتيجي، وهيبقى ميركاتو جامد وهيبقى ميركاتو عالمي، وغير طبعا اللي انا اسامي اللي انا قلتها دي. بس في الاخر بتبقى اشاعات ومفيش حاجه بتيجي. انا مصدقش إلا لما بصدق ان صفحه الاهلي الرسميه نزلت ان اللاعب ده خلاص جه، ان الصفقه دي خلاص. غير كده انا مصدقش اي حاجه، ان احنا كل ميركاتو بيبقى فيه اسمين وتلاتة واربعة ومفيش حاجه بتيجي. وادي التوقف الدولي جه. اتمنى ان بعد ما التوقف الدولي يخلص يكون الاهلي عرفوا ان هم اداؤوا، يعني بدأ يتحسن اكتر من كده. المدرب يبدأ يظبط الدنيا ويظبط اوراقه تاني، وان هو يعمل بقى حساباته من اول تاني، ان احنا داخلين على مدعكة من بعد التوقف الدولي وكاس عالم وهيبقى فيه هيصة. فاتمنى ان كل حاجة ان شاء الله تتصلح من بعد التوقف الدولي، وان شاء الله في الميركاتو الجاي الاهلي فعلا يعمل الصفقات اللي كل الاشاعات بتطلع عليها دي، ولسه بيبقى في اشاعات تاني واخبار اللعيبه انها هتيجي تاني. وان شاء الله هنغطي كل حاجه ان شاء الله ان احنا هتيجي على الاهلي، سواء اخبار او اشاعات او اي حاجه، هنحاول ان احنا نقولها اول باول. بس يا رب يكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش لو عجبتكم تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. كان معاكم يوسف، سلام.